السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم فكره كيكه كده بسيطه سهله حلوه جدا جدا يعني. عاملاها باليوستفندي. تحفه تحفه، بسم الله ما شاء الله. سريعه وسهله. ريحتها قلب الدنيا كلها. مش تاخد في ايديكم 10 دقايق، تعملوها بالمضرب، تعملوها في الخلاط، تعملوها زي ما انتوا عايزين. انا بالنسبه لي هعملها بالمضرب. حلوه جدا وهشه جدا، اللهم صل على النبي. شايفين شكلها ايه؟ شايفين ما شاء الله عليها. اللهم صل على النبي. آم، قبل ما نبدأ بس نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كده بسم الله. وقبل ما نبدأ بس، اللي مش مشترك في القناة يشترك معانا في القناة، واللي يقدر يرفع لي الفيديو ده على المنتدى بتاعه يبقى جزاه الله كل خير. هعملها بسرعة بإذن الله وجميلة وهتعجبكم، وهتعملوها إن شاء الله كل يوم. فظيعة فظيعة، مش قادرة أقول لكم ريحتها إيه. يلا نبدأ ونصلي على سيدنا محمد، وما تنسوش اللايك يا جماعة، وكومنت حلو كده عشان يشجعني بإذن الله أعمل لكم كل جديد إن شاء الله بإذن الله، وكل حاجة حلوة نعملها مع بعض بإذن الله. شايفين؟ أنا بحاول أقرب لكم شوية عشان تشوفوا. بسم الله ما شاء الله، هشة قد إيه وجميلة قد إيه. اللهم صل على النبي. ممكن هي تكون مثلا اتحمرت مني شوية يعني في البوتاجاز، بس بتسويتها حلوة يعني. أهي شوفوا، أهي تسوية من ورا، أهي تسوية أهي. يمكن بس هي خدت شوية يعني دقيقة كده زيادة كده على النار، بس تحفة وهتعجبكم أوي إن شاء الله، واسمع رأيكم بإذن الله. ويلا بينا نقول بسم الله ونخش على المقادير. أول حاجة يا حبايبي في المقادير بتاعتنا اليوستفندي. اليوستفندي بقطعه كده، بقشره كويس وبقطعه انصاص كده، علشان لازم اخرج منه البذر. ما ينفعش خالص يبقى فيه اي بذر، لان البذر بيمرر. فانا بقطعه كده، بقشره بقطعه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. لما بقطعه بالنص كده البذر بيظهر قدامي كله، لازم انضفه كله من البذر. انا عاملاه كله، بس ايه، بخليها دي تعملها معاكم، عشان ما ينفعش زي ما قلت لكم يبقى فيه اي بذر. اهو بيطلع بمنتهى السهوله، ما بيفضلش فيه اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه فيه بتبقى مش باينه طالما انتم مقطعينه بالنص كده. خلاص. كمان اخدت معلقه بتاعه البشر بتاع اليوستفندي، بدل ما احط القشر بتاعه كده خدت معلقه من البشر. طبعا ده بيعمل ريحه جباره جباره. هضربه في الخلاط واصفيه، وبعدين نشوف هنعمل ايه. اهو يا حبايبي ضربته من غير ولا نقطه ميه اهو. هصفيه. طبعا بيتضرب بسهوله. هنا يا حبايبي حطيت 3 حبات كبار من البيض، وحطيت عليهم ظرفين من الفانيليا، وهضربهم بقى ضرب جامد. حبايبي ضربتهم جامد جدا لحد كده ما تغير لونهم شويه. هنزل عليهم بقى بمعلقه خل، معلقه كبيره خل العادي بتاعنا. هنزل عليهم كمان ب3/4 كوبايه سكر، بنص كوبايه زيت، بس طبعا زيت لازم يكون ريحته كويسه. هنزل عليهم كمان بالمعلقه اللي هي بشر اليوستفندي، ده اللي بقى بيدي ريحه جميله قوي، وعصير اليوستفندي كمان. وهضرب كله مع بعض. هضرب كله مع
بعضه لحد ما احس ان السكر داب خالص وارجع لكم. دلوقتي بقى يا حبايبي هننزل بدقيق لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه، وهننزل كمان بالبيكنج باودر ولازم طبعا ندخل الدقيق عشان يخش هوا كده ويدينا هشهشه كده. نستخدم بقى المضرب اليدوي بسرعه كده. اهو يا حبايبي كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده، ولا خفيفه ولا تقيله، معقوله قوي. جبت صينيه متوسطه كده ودهنتها، فضي فيها الكيك كله طبعا. وانا دلوقتي مولعه الفرن، بس اخبطها كده خبطتين عشان ما تكونش بس فيها هوا. دخلها الفرن ونشوفها لما تخرج باذن الله. اهي يا حبايبي خرجت من الفرن. هي يمكن يعني اخدت زياده شويه لونها، يعني غمق شويه، بس على فكره برضو التليفون هو اللي مغمقها. بس هي بسم الله ما شاء الله، هتشوفوها دلوقتي لما اقطعها هتشوفوها عاليه ازاي. بسم الله ما شاء الله حلوه جدا، ريحتها جايبه الدنيا كلها. بصوا يا حبايبي بقى، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ شايفين هشه؟ بسم الله ما شاء الله قد ايه فظيعه، جميله جدا، ريحتها تحفه. اللهم صل على النبي، ريحتها حلوه جدا، حاجه كده يعني بجد. اللهم صل على سيدنا محمد. احلى بكتير من كيكه البرتقال كمان. بجد الاستفان دي ريحته خطيره وجميله وتحفه، بسم الله ما شاء الله تحفه. وشايفين ارتفاعها قد ايه؟ اللهم صل على النبي. فعلا بجد جربوا كيكه اليوسفي دي، احلى بكتير كتير كمان من كيكه البرتقال. اليوسفي ريحته قويه قوي وجميله. والكيكه زي ما انتم شايفين كده، جربوها واسمع رايكم ان شاء الله في الكومنتات، وما تنسوش اللايك، وتصبحوا على خير.